جاهزية زيزو وياسين مرعي للمشاركة في مباراة الأحمر المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا. إمام عاشور اتمرن تمرين كامل بنسبة 100% وجاهز للمشاركة. يستروبا المدير الفني للأهلي عقد اجتماعا مع الجهاز الطبي وطلب تقريرا كاملا عن المصابين وبالأخص زيزو. الجهاز الطبي أوضح له أنهم تواصلوا مع الجهازين الفني والطبي للمنتخب، وأن الدكتور محمد أبو العيلة أكد أن إصابة زيزو خفيفة وسيغيب فقط عن مباراة كاب فيردي ثم يعود بعدها للمشاركة مع الفريق. الأهلي مواليد 2005 يكتسح الزمالك 3-0. إبراهيم كاظم سجل هدفين وسامويل أوبنج سجل هدف. وفد من النادي الأهلي بقيادة خالد مرتجي أمين صندوق النادي وطارق أنديل وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لتقديم واجب العزاء في الراحل الكابتن محمد صبري. هناك اجتماعات تمت بين الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن سيد عبد الحفيظ من أجل وضع خطة واحتياجات الفريق للفترة المقبلة. وكيل اللاعب حامد حمدان: لن ندخل في صراع مجددا مع إدارة بتروجيت. علمت أن عرض النادي الأهلي هو الأكبر ماليا، لكن حتى الآن لم يتم توقيع العقود بين إدارة بتروجيت والأهلي. جراديشار موقوف بسبب الطرد ومش هيلعب أول جولتين مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يستعيد أشرف داري أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال. تأكد غياب تريزيجيه عن الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال. حدث تواصل مع أسامة أبو علي من جانب نادي بيراميدز ورفض اللاعب الأمر متمسكا بالاستمرار مع كولومبوس الأمريكي. طارق أنديل رئيس لبعثة الأهلي في المغرب. الكاف يعلنها استبعاد إمام عاشور من القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا. الجهاز الفني للأهلي بقيادة يستروب يقدم واجب العزاء في وفاة لاعب الزمالك الأسبق محمد صبري. قناة الأهلي تستضيف المشجع الأهلاوي عم ممدوح صاحب الجملة الشهيرة عاش الأهلي يعيش الأهلي، والذي ظهر على تيفو جماهير الأهلي في نهائي السوبر أمام الزمالك. حسام عبد المجيد يؤكد أن عقده ينتهي هذا الموسم، بينما إدارة الزمالك تؤكد أنه يمتد حتى الموسم المقبل. تفعيل السنة الإضافية يحتاج توقيع حسام عبد المجيد وحتى الآن اللاعب لم يوافق. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.